جاءني شاب من شبابنا يبكي وقال لي: أنا مهدد بالطرد من العمل ومقبل على الزواج قريبا ولدي التزامات كثيرة، مهدد بالطرد من العمل، وبعد يومين لا أدري سوف أدخل مجلس تأديب للطرد بسبب أو بغير، بسبب حق أو بغير حق، ما سألته إلا أنه مكروب، فأعطني دعاء أدعو به. فكرت مليا ونظرت في وجهه وتذكرت دعاء لقاضي القضاة المسلمين في بلاد الشام، وألمت به نازلة شديدة هذا العالم، فرأى سيدنا رسول الله في المنام وقال له: يا فلان، قل في دعائك: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي، أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي، أدركني يا رسول الله. قال: فدعوت بها في نهاري كله ولم ينتهي النهار حتى جاءني الفرج من حيث لا أحتسب، وجاءني الفرج وفوق الفرج. وهنا قبل أن أصعد إلى المنبر وقف أمامي هذا الشاب وهو يشكرني، والشكر لله أولا وآخرا، وإنما نحن أسباب أدلاء على الخير. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. قال لي: أتذكرني؟ قلت: أهلا وسهلا. وجهه مألوف. قلت: نعم. قال: نسيت ما أتيتك به من أجله منذ أسبوعين؟ ووجهه يتهلل سرورا. فقلت: نسيت. قال: أنت الذي أعطيتني ذاك الدعاء. قلت: وبعد ذلك ما اللي حصل؟ قال: دعوت به وجاءني من الفرج ما لا أستطيع حصره. قلت له: لم تطرد؟ قال: أكثر من ذلك. ترقيت؟ قال: نعم. بدل أن يطرد ترقى. قال لي: لا، شيء أكثر من ذلك. قال: ظليت أدعو به وجاءني الخير من حيث لا أحتسب، قضيت أموري كلها، قضيت حاجاتي. صدق من قال: وأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. رسول الله: أنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. ولذلك من جميل صيغ الصلوات: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها السادة، هنيئا